بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي شباب ورجال، أحيي شباب المحلة ورجال المحلة، رجال وشباب وحريم البواسل الثوريين الأحرار. وعايز أقول لكم حاجة بالنسبة لإخواننا البعض. على أي مصري يعرف إن إخوان المقاطيع إن إحنا في البلد دي يا أمة ما ينفعش إن إخوان المسلمين مع المصريين الأحرار يجتمعوا في قلب بلد واحدة، لأن الناس ديت ما عندهاش حاجة اسمها مصر لا في دماغها ولا في حساباتها. والراجل اللي يخون عهد الله لا أمانة ليه بعد حلفانه لليمين اللي أقسمه 4 مرات. فبالتالي كل راجل في قلب مصر لازم يعي الكلام ده كويس. حتة انهم طيبين وناس بيخشوا جوامع بيصلوا، الناس دي لا تعرف ربنا ولا تعرف الاسلام ولا لها علاقة بالاسلام خالص. كنت الاول اكلم اي حد يقول لك ايه، الناس دي ناس طيبة ناس تعرف ربنا. طبعا الفترة اللي فاتت دي كلها اثبتت للشعب كله بكامله لهم يعرف ربنا ولا عندهم صدق ولا عندهم ايمان غير عن كلهم كده. فبالتالي الشعب كله لازم يعرف ويتعامل معاهم على نفس الايه الفكر اللي هم عايشينه وبيتعاملوا معانا بيه. اي واحد انا هصدقه مسلم مسيحي يهودي، اما اخواني لا صدق له معانا ولا معانا ليه صدق عندنا. واي واحد بيتعامل مع اي واحد اخواني المفروض يقطع معاملته معاه، اذا كانت في تجاره ولا في صناعه ولا في اي حاجه. الناس دي زي السرطان اللي بيخش الجسم بتاع الانسان، لازم الاول كانوا مساكين وكانوا بيصعبوا علينا ونقعد نقول دول غلابه دول مظاليم دول دخلوا ظلم، ولكن كانوا من حقهم الحكومه القديمه في سجنهم، ودلوقتي احنا اقتنعنا بيهم اكثر. فدلوقتي اماكنهم مفروض تحت الارض مش في السجون. تحت الارض يعني ايه؟ مسؤولين في قلبيها. الاخوان ما عندهاش تفرقه بين مسلم، احنا بالنسبه لهم كلنا احنا كفر. اللي مش جوه الاخوان فهو كافر، ايا كان بقى ملته مسلم مسيحي اي حاجه هو كافر. فبالتالي لازم ايه الناس تبقى عندها وعي من هذا الايه الفكر بتاع الناس دي. السلام عليكم. بعد أن استمتعنا